اهلا بكم اعزائي المشاهدين، طبتم وطاب مساؤكم. النهارده نقول في اخبار جديده خاصه بواقعه شاب اسلام ضحيه واقعه قريه ميت عاصم، الواقعه اللي اثرت الراي العام في مصر بشكل عام، وكانت بتمثل غصه في قلب المصريين. تم اخلاء سبيل اسلام في قرار من النيابه، بنقول بحبس 6 متهمين واخلاء سبيل 3 اخرين. التفاصيل اللي هنقولها النهارده معانا مع المستشار محمد سيد عبد الفتاح، محامي المجني عليه اسلام. اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بيك يا فندم. ايه الجديد؟ والله هي احنا طبعا اولا احنا بنشكركم وبنشكر كل من تواصل معانا، وان احنا وصلنا القضيه ان هي تبان بالشكل ده وان احنا نوضح الحقيقه عن طريقكم بالنسبه للراي العام. تاني حاجه احنا طبعا بنشكر النيابه العامه ومباحث مركز بنها. الاجهزه الامنيه لعبت دور كويس جدا في الدعوه دي، ان هي توصلت للحقيقه بدون تحيز لاي طرف. احنا عرفنا طبعا امبارح ان هو الحمد لله اخلى سبيل اسلام. هو اصلا اخلى سبيله لان هو ما كانش متهم، وبعد ما التحريات جت وجزمت واقوال البنت اللي هي المجني عليها اقرت ان هي ما كانش فيه اختطاف وما كانش فيه اكراه وما كانش فيه عنف. اخلى سبيله بالنسبه لايه ان هو مجني عليه. النهارده الجديد في الموضوع ان تم عرض اسلام على الطب الشرعي، على مصلحه الطب الشرعي، واحنا في انتظار تقرير الطب الشرعي حاليا. ونزلت النيابه طبعا تاني تعمل معاينه على الواقع. وبالنسبه لاخلاء سبيل المتهمين اللي هو متداول دلوقتي على مواقع التواصل الاجتماعي، احنا برضو مش قادرين ان احنا مش هنقدر ان احنا ناكدها، لان اسلام راجع تاني علشان خاطر يتحقق مع، يعني يبدا تاني يتسمع اقوال جديده له بالنسبه له. اسلام تم استدعائه مره اخرى اه بعد اخلاء سبيله النهارده الصبح ان شاء الله. في الواقع. اه النهارده قدامنا كام متهم موجودين في القصه؟ هو التسعه اللي موجودين احنا لسه ما ايه ما شفناش القرارات النهائيه بيهم النهارده. حضرتك الاتهامات الموجهه ومطالب حضرتك كهيئه دفاعي؟ هو الاتهامات الموجهه ليه في الاوراق لحد الان، يعني طبعا احنا مش هنقدر ان احنا نجزم بكامل الاتهامات لحد برضو ما تحال الدعوه محكمه الجنايات ونعرف مواد الاتهام اللي هتقدمها النيابه العامه. علشان خاطر ان انا اتكهن في حكم دي صعبه، وعشان خاطر اعرف ايه هي الاتهامات اللي موجوده احنا نستشفها بالخبره العمليه، اللي هو هيبقى الخطف والضرب والتعذيب والتنكيل، يعني كل الحاجات دي كلها الاتهامات الأساسية اللي موجودة في قلب القضية. أما بالنسبة للاتهامات الرئيسية اللي هتبقى جزمة وقطع في الموضوع، دي هتبقى حضرتك مختص بها النيابة العامة، لأن النيابة العامة لسه لحد النهاردة ما حطتش الأمر الإحالة والقيد والوصف للدعوة، لأن هي الخصم الشريك في الدعوة الوحيد وصاحب الدعوة الجنائية هو النيابة العامة. طبعا خالص الشكر ليهم طبعا على مجهودهم. طبعا. حضرتك النهارده موقف اسلام ايه؟ موقف اسلام كون اي مجني عليه موجود وتم الاعتداء عليه، والشخص ده للاسف انا طبعا يعني انا بقدم عزائي لكل راجل في مصر، مش في القريه لوحدها، لان حضرتك الشخص ده انتهكت منه ادميته واتسلبت منه واتسرقت كرامته قدام البني ادمين كلها. فهو مش مجني عليه لوحده، هو كل نص الشعب او تلتين الشعب من الرجاله هم كلهم مجني عليهم. صعب قوي الوصف ده. ما هو الوصف ده الوحيد اللي هو بان بالجرم اللي بان في قلب الفيديو. هو المشهد كان صعب. هو المشهد صعب على مرأى ومسامع كل الجميع، يعني حضرتك هو زي ما انا قلت في تصريحات قبل كده هو تقليد اعمى. انا هخرج عن الموضوع بعد اذن اتفضل. حضرتك يا استاذ اتفضل. محمد. برهة بسيطة. احنا بنحب الممثلين وبنحب الاعمال الفنيه، بس قدموا لنا فن، قدموا لنا حاجه نتعلم منها، قدموا لنا قيم، ما تقدموا لناش ايه اللي نعمله ونبلطج بيه على بعض في الشارع. احنا دلوقتي الناس اللي هي عملت المشهد ده، انتوا شفتوا دلوقتي اثر اللي انتوا عملتوه. مسلسل الاسطوره تقريبا. زي ما يكون انا ما اعرفوش ايا هو كان. ايه. الشخص اللي عمل المسلسل ده، انت عملت المشهد جميل جدا. طب انت مبسوط دلوقتي ان هو بيتقلد وبيتطبق زي ما انت عملته في الشارع المصري؟ انت لو انت كنت بتعمله علشان خاطر تزيد امجاد لنفسك او تزيد امجاد للمسلسل اللي انت بتعرضه قدامك او بيتعرض على التلفزيون، انت عملت امجاد لبني ادمين وصفوا ببلطجتهم. انت قضيت على بني ادم، الراجل ده لو مات كان احسن له من اللي هو فيه دلوقتي. الراجل ده انت وصلت البني ادمين اللي عملوا كده ان هو كل ما يمشي في خطوه في الشارع اللي عمل فيه كده ده وتمثل بيه وتنكل بيه ان هو يموت مليون الف مره كل يوم.
حضرتك شايف ان يعني تعاطف الناس معاه مش كافي لرد اعتباره؟ هو تعاطف الناس مش مع اسلام لوحده، تعاطف الناس للكرامه، لكرامه البني ادم، للبني ادم نفسه شخصه. طب هو في سؤال ناس بتردده، هل اسلام ممكن يتنازل؟ وفي حالة التنازل دوت قانونا الامور بتمشي ازاي؟ لا، ده ما حق فيش مجتمعي حق يعني. مجتمع يا باشا. هو لو الملك هو ما لا يملك الا الدعوه المدنيه. اما بالنسبه للدعوه الجنائيه هي مش مشكلته، احنا كنا واقفين معاه مش عشان خاطر السوشيال ميديا زي ما الناس بتقول، ولا عشان خاطر كل من هب ودب الكلام ده كله حضرتك، مش احنا ملناش فيه. احنا كل اللي احنا بنعمله ان احنا بنطلع بنطمن الراي العام، بنوضح لهم الصور، بنوضح لهم الجديد اللي موجود في القضيه، لان في كتير جدا متابعين فيها. اما بالنسبه ان اسلام هيتنازل، لا، اسلام مش هيتنازل. في بعض الدعوات على الفيس اتجوز رحمة اسلام. طب ايه المشكله ان هو يتجوزها؟ هل يعني هي الفكرة في دي ان هي جت برأته زي ما بيقولوا يعني؟ يعني بص وقعت حضرتك، الخطف اللي انا بيقولوا يعني. كمحامي يعني انا بحكم الامور بميزان تاني غير الموازين اللي احنا بنتكلم فيه. الإنسانية الأخرى. بالنسبه للجانب الانساني اللي هم بيتكلموا بيه، فده حقهم ان هم هم يعني الكلام ان طبعا البنت برأتك يا اسلام، يعني ما تسيبهاش. ده متداول على صفحات السوشيال من الصبح. دي حاجه شخصيه بينه وبينها، احنا ما هو نقدرش صاحب نحكم عليها. القرار يعني. احنا ما نقدرش نحكم ما عليها. تأثرش على سير التحقيقات او القضية من وجهة ملهاش نظرك؟ دعوه خالص. ما لهاش علاقة، لا، لكن ملهاش دعوه. الامور شغالة كقضية. لا، لكن في هو مبدا طبعا صاحب في الامر. مبدا في القانون، هو مبدا شخصيه الجرائم والعقوبات، يعني كل واحد مسؤول عن جريمته. اما ان انت ما تجيش تعمل لي تبرر لي موقف او تبرر لي قرار بتصرف احنا بيعد جريمه من الجرائم الموجوده في قلب القانون المصري. فبيوصل في بعض الحاجات اللي هم عملوها والجرائم اللي ارتكبوها في الواقعه دي توصل للمؤبد. الجرائم توصل للمؤبد. اه طبعا. هو تم صفع اسلام في خلال الواقعة. هو مورس عليه كل اعمال العنف وكل اعمال القمع. يعني انا بحسده بصراحه، يعني في ناس كتير قوي ما تستحملش اللي هو حصل له، فهو اللي مصبره ربنا سبحانه وتعالى. وبنرجع نقول برضو الحمد لله على كل شيء، ان ربنا سبحانه وتعالى بيقول وما اصاب من مصيبه في الارض ولا في انفسكم الا في كتاب من قبل الموت. حضرتك نقول قبل ما تكون طبعا يعني قامة قضائية، فحضرتك يعني نقول البلديات اسلام وجار اسلام. اه طبعا. يعني الجانب الانساني قلت له ايه، نصحته بايه؟ والله انا نصحته ان هو يتقبل قضاء ربنا. يعني احنا كنا بنتكلم في الموضوع النهارده الصبح، هو بيقول لي انا تعبان يعني. قلت له طب خلاص، هو نفسيته تعبان. حاجه انت ما كانش ليك ذنب فيها. بس المشهد اكيد قدام عينيه. مش المشهد هيغيب كلنا عنه. شفناه ماشي، طب ما ده طبيعي. مش هيغيب عن باله خالص لا يعني. لا لا لا، مستحيل. طب هل في مطالب تانية الإسلام؟ النهاردة كان في مديرية التضامن كانت موجودة بتفحص حالة إسلام وأسرته. هل والله في مطالب للأسرة نفسها؟ بص يا باشا، احنا بنطالب اللي احنا كنا بنتكلم فيه دلوقتي انا والاستاذ ايهاب عادل. اتفضل. حضرتك هو موجود معانا في هيئه تمام. الدفاع، وراجل محترم، هو الاستاذ ما سفيان له حق سليم. مجتمعي، ده اللي أقصده يعني. هل احنا بنتكلم في حاجه بس، يعني يا اتفضل. جماعه انتوا حقكم ان انتوا تنشروا، من حقكم ان انتوا تتكلموا، بس بعد اذنكم اتفضل. حرام الصور اللي بتنزل دي، انتوا دي بتقتلوا سوشيال. بني ادم. الصحفيين اه محترمين اه. الأمر أو المواقع محترمة الأمر. انا يعني بقول اللي كان في لحضرتك، بيان يعني امبارح من النقابة خاص يا ريت يا ريت بتحديد الأمور دي، يا لأن ريت معظم اللي هم. نشر في المواقع الإخبارية ناشر من الظهر، مش جايب وشه، مش موضح ملامحه، أو بس عامل تشويه على الصورة. يا فندم لكن صفحات الفيس هي اللي يا فندم المشكله معانا، فاولا الفيديو نفسه احنا بنطالب السيد النائب العام بوقف النشر وسحب الفيديو من على مواقع التواصل الاجتماعي. يعني حضرتك ردا بسيط لان احنا يعني نحفظ ما تبقى من كرامه الرجل ده. هو الفيديو تم تداوله في أماكن في نطاق كبير شوية، ففكرة الله. السيطرة عليه في نطاق بينها يعني بقى صعب شوية. لكن طبعا مطالب حضرتك قد يكون لها مدلول وتأثير يعني. نتمنى. رسالة مجتمعية من حضرتك. يعني هو المجتمع حضرتك هو مش ناقص رسائل، هو المجتمع مليان رسائل. رسائل الالتزام. انت بدل ما تفكر ان انت ترتكب جريمه، تفكر ان انت تهدي الموقف. ليه حضرتك ان احنا رد الفعل بيبقى سابق الفعل نفسه. طب ليه؟ طب ما تفكر، يعني ما واقع زي دي حضرتك كان ممكن تتحل كان وارد طبعا. اول ما تحصل. طب ماشي، تعالى يا ست، انت بتجري وبتحبي ايه؟ طب ما تجوزيه، جوزوا يعني. ايه اللي حصل يعني؟ ما لعل وعسى، ده ربنا سبحانه وتعالى بيقول وخلقنا من انفسكم ازواجا. يعني انت لو انت جوزتها له مش بمزاجك، دي حاجه ربنا سبحانه وتعالى حاططها له او واهبها له،
احنا كلنا موجودين في الارض. والامر يتحول بدل خلاف الى اتفاق وترابط يعني. كانت الموضوع خلص، بدل ما كان 9 اتبهدلوا بالشكل اللي احنا شايفينه ده. 9 نزلوا محكمة الجنايات او تقدموا لمحاكمة وياخد احكام بالشكل ده. طب ليه نهد بيوت، وليه نهد قيم، وليه نهد مبادئ علشان خاطر نبان ان انا الاقوى؟ يعني معالي الرئيس فخامة الرئيس كان وجه رسالة بإعادة النظر في الدراما يعني، بص وده حضرتك، مهم قوي محتاجينه الفترة الجاية. هو السيد رئيس الجمهورية هو يعتبر الأب الروحي لكل ما يدور في المجتمع. السيد رئيس الجمهورية تدخل في حاجات كتير جدا بصراحة ربنا. يعني الفترة الأخيرة قدرنا إن احنا نوصل لجزء اتعدل من كل. في حاجات كتير، في سلبيات كتير. السيد الرئيس هو هيتدخل. طب هو السيد الرئيس كل شوية هيبقى معانا، مش هيبقى معانا. طب ليه احنا ما ده نتدخلش في الأمور محتاج دي؟ يعني ميثاق محدد يضبط كل الأمور. مؤسسة من مؤسسات الدولة تقوم بالواجب اللي عليها. هتلاقي حضرتك إن الشارع المصري هدي ورجع لطمأنينته. تمام. بس احنا عاوزين بقى نوجه رسالة لكل صفحات السوشيال واللي ناشرين الفيديو يعني كمطلب بالنيابة عن الإسلام، تقول لهم ايه؟ والله أنا بقول لكم إن مفيش حد يقول إحنا عايزين حق إسلام وإن إحنا عايزين نرجع حقه، لأن في ناس هنا حضرتك ربنا سبحانه وتعالى اختصهم إن هم يرجعوا حقوق. بعيد عن المحامين وبعيد عن كل اللي أنت حضرتك هتشوفهم على مواقع التواصل الاجتماعي، بعيد عن كل واحد يقول أنا هيئة دفاع وأنا المكلف، ده كله ده ملوش أي لازمة. في نيابة عامة. مسحوا اهم حاجة مسح الفيديو، دي مطلبك. ما انا اقول لحضرتك نيابه عامه شغاله في طريق. طب انتوا بقى حضراتكم اللي عليكم، طب ساعدوا الراجل ده بدل ما انتوا تنشروا صوره وده حصل وده جرى فيه. طب ليه؟ طب ما نشيل الفيديوهات دي، نحاول ان احنا يعني نساعده ان حضرتك نخفف الضغط اللي موجود عليه. تمام. احنا بنشكرك على اللقاء ده انا اللي السريع ده. بشكر حضرتك. ربنا يخليك. اعزائي المشاهدين، يعني كان معانا محامي اسلام، وكان في مجموعة رسائل طبعا يعني قانونية ومجتمعية وانسانية، ونتمنى يعني رسالته توصل ان احنا نساعد اسلام، ويعني التوقف عن نشر او تكرار نشر الفيديو وحذفه يعني من خلال ما تم نشره حرصا على سلامته النفسية. احنا بنشكرك. شكرا. اعزائي المشاهدين، كنا معكم في بث مباشر. شكرا لمتابعتكم.